وجه البيت الأبيض دعوة رسمية للمملكة المغربية للمشاركة في فريق العمل الأمني الخاص بكأس العالم لكرة القدم. وهذا ليس مجرد خبر، بل هو اعتراف دولي بأن المغرب أصبح مدرسة في الإدارة الأمنية والتنظيم اللوجستي المعقد. ويخطو المغرب بثبات ليكون شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التعاون ليس وليد الصدفة، وثمرة سنوات من العمل والاحترافية التي جعلت مؤسسات كبرى مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يراقب عن كثب كيف يدير المغرب حشوده ويؤمن حدوده ومنشآته الرياضية. في الوقت الذي كان فيه العالم يتابع بطولات كروية سابقة، كانت وفود أمريكية أمنية تسجل ملاحظاتها في المغرب، مبهورة بدقة المراقبة عبر الطائرات بدون طيار وكفاءة توزيع رجال الأمن والتحكم الرقمي في المداخل والمخارج. هذا التفوق المغربي يجعلنا نتساءل: كيف استطاع المغرب أن يحول التحديات الأمنية إلى نموذج يحتذى به؟ وكيف أصبح المغرب الرقم الصعب في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي؟ إن الإجابة تكمن في الرؤية العميقة التي تتجاوز مجرد تأمين مباريات كرة قدم، لتصل إلى بناء جسور من الثقة تمتد ل 250 عاما من الصداقة المتينة بين الرباط وواشنطن. وهذا الاختيار المغربي للمشاركة في تأمين المونديال القادم يثبت للعالم أن الخبرة المغربية لم تعد محلية، بل أصبحت مطلبا دوليا. الفريق الأمني الأمريكي الذي زار المغرب سابقا لم يكتفي بالمشاهدة، بل عقد اجتماعات تقنية معمقة مع السلطات المغربية التي كشفت له عن مطبخها الأمني المتطور من أنظمة كاميرات متقدمة واستراتيجية التعامل مع الجماهير القادمة من مختلف القارات. وهذا التفوق الأمني المغربي يضعنا أمام حقيقة واضحة: المغرب يبني استراتيجية عالمية ويقوي أجهزته الأمنية والمخابراتية ويخطط للمستقبل. إن المشهد في المغرب اليوم ليس مجرد نجاح أمني، بل هو نهضة شاملة تتجسد أيضا في مشروع عملاق قد يغير خريطة الطاقة في العالم. المغرب لا يؤمن الملاعب فقط، بل يؤمن مستقبل إفريقيا وأوروبا من خلال مشروع أنبوب غاز ضخم يربط نيجيريا بالمغرب. هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار ويمتد على طول 6900 كيلومتر ليس مجرد أنبوب من حديد، بل هو شريان حياة يمر عبر 13 دولة في غرب إفريقيا. وبحلول عام 2031 من المتوقع أن يضخ هذا الأنبوب 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، مما يجعله أحد أهم مشاريع الطاقة في القرن. بهذا المشروع يمكن أن نقول أن المغرب استغل موقعه الجغرافي كبوابة حيوية بين القارة السمراء والقارة العجوز. فبينما تمتلك نيجيريا احتياطات غاز هائلة غير مستغلة، يمتلك المغرب الرؤية والموقع والقدرة على التنفيذ. وهو ما وصفه الملك محمد السادس بأنه مشروع للحاضر الأجيال القادمة. وهذا التحرك المغربي يأتي في توقيت عالمي حساس، حيث تعاني سلاسل إمداد الطاقة من اضطرابات في مضيق هرمز وغيره من المضايق، مما يجعل الأنبوب المغربي النيجيري خيارا أكثر أمانا وإلحاحا. بالإضافة إلى ذلك، يواصل المغرب حصد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ويرسل رسالة واضحة لكل المشككين مفادها: نحن لا نتكلم، نحن نعمل، سواء في غرف العمليات الأمنية أو في ورشات بناء أضخم أنبوب غاز في إفريقيا. الواقع لا يمكن حجبه بالتعتيم الإعلامي، فالعالم يرى ويسمع ويختار شركاءه بناء على الكفاءة والنتائج تقول إن المغرب شريك موثوق. فهل يستطيع المشككون تفسير استعانة أمريكا بالخبرة المغربية؟ يمكنهم تبرير هروب الاستثمارات نحو المغرب؟ الحقيقة ساطعة كشمس مراكش: المغرب يمضي قدما في كتابة تاريخ من الامتياز والريادة التي تجعل من كبريات العواصم العالمية تنحني احتراما أمام هذه التجربة. تابعونا وشكرا.